السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو المعايير المهمة في شراء أي سهم. أول معيار، لازم يكون السهم قوي ماليا. يعني إيه قوي ماليا؟ يعني بيحقق أرباح، والقطاع اللي هو موجود فيه السهم يكون قطاع مطلوب وقطاع واعد. دي أول نقطة. تاني نقطة، أن يكون سعر السهم مناسب للشراء. يعني إيه سعر السهم مناسب للشراء؟ السهم زيه وزي أي منتج أو بضاعة أنت بتتاجر فيها، بتشتري البضاعة دي أو السهم لما يكون السوق ظلمه، لما يكون السوق مش مديله حقه، فبالتالي سعره متدني، فأنت بتستغل الفرصة دي وتشتري منه كميات وتبيعه لما السوق يعرف قيمة السهم، أو بمعنى تاني السهم يفوق أو السهم يرد تاني للمستوى العالي اللي نزل منه. دي تاني حاجة. تالت حاجة، قيمة التداول على السهم. يعني ايه قيمة التداول على السهم؟ يعني الفلوس اللي بتدخل السهم. طول ما السهم بيدخل فيه فلوس وبيدخل فيه قيم عالية، طول ما تعرف ان حضرتك السهم ده عليه طلب الفترة دي، وهو بيستعد لصعود جبار. اول ما تلاقي ان الفلوس اللي بتدخل السهم بتزيد، اعرف ان السهم داخل في مرحلة صعود. دي تالت حاجة. رابع حاجة، التوقيت مهم جدا 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 في شراء اي سهم. يعني ايه التوقيت؟ يعني حضرتك لما تيجي تشتري سهم ما تشتروهوش في اي وقت، او بمعنى ادق ما تشتروهوش والسوق عالي. ليه؟ لان السوق لما يكون عالي كل الأسهم بتبقى في قمة أسعارها، ولما السوق بينزل أو بمعنى تاني يصحح، كل الأسهم سواء الجيدة والغير جيدة بتنزل، سعرها بيقل، فبالتالي السهم بتاعك هيرجع لسعره المتدني ويصبح فرصة للشراء. اما اذا حضرتك اشتريته والسوق عالي، كده حضرتك اخترت التوقيت الخطأ في شراء هذا السهم. فكده 4 حاجات و4 معايير تقدر تعتمد عليهم في شراء اي سهم. اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، واتمنى ان حضراتكم تتابعوا القناة وتشتركوا فيها. واهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة اخرى مثيرة جدا جدا ومفيدة جدا جدا جدا. شكرا جدا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.